منظمة سرية بتدبر جرائم قتل على شكل حوادث طبيعية علشان محدش يشك فيهم، لكن القوي بيكون فيه اللي أقوى منه، فبتظهر منظمة أقوى منهم وبيتخلصوا منهم كمان. من غير ما نطول على أحداث فيلمنا النهاردة، بيبدأ فيلمنا بواحد بيتكلم عن إنهم منظمة سرية متخصصة في التخطيط لجرائم القتل وتفصيلها على أساس إنها حادثة. وبيتكلم كمان عن إن كل اللي شغالين معاه ملهمش هوية ولا بيانات عند الحكومة، وإن بكده لو ماتوا محدش بيدقق في وفاتهم زي وفاة صاحبهم في حادث سير واللي كان اسمه جاك نوني. وبعدها بيظهر مشهد لواحد من الناس المهمين اللي واقف بسبب حادثة عربية اتقلبت موقفة الطريق كله، وبيكون بيكلم حد وبيقوله يتصرف في الحادثة دي. وفجأة بيطلع الراجل دماغه من الشباك علشان يبص على الحادثة، وبيعدي واحد بالموتوسيكل وبيكون هيخبطه، فبيزعق له الراجل، فبيبص له سواق الموتوسيكل وبيشتمه، فبيسيب الراجل طريقه وبيطارد سواق الموتوسيكل وبيفضل يدخل في شوارع مقفولة. ووقتها بيختفي الموتوسيكل بسبب وقوف سيدة عجوزة في الطريق، وبعدها بيخرج من الشارع وهو متعصب، وفجأة بيشوف الموتوسيكل تاني وبيطارده وبيلاقيه دخل شارع ضيق، ولما بيجي يخرج بتغرز العربية في الطين اللي واقع من موقع إنشاء مبنى قديم. فبيفضل الراجل يزعق لصاحب الموقع، فبتقع الدهانات على العربية، ولما بيحاول الراجل ينظفها بيتجاهله صاحب الموقع وبيسيبه وبيمشي، وبيقع الطوب بتاع المبنى على الراجل وبيموت الراجل. وبيظهر واحد من الناس وهو بيبص على الراجل وبيتصل بعدها بحد وبيقوله إن الهدف تم توصيله، وبيأمره يحط الفلوس في العربية اللي قدامه. وبعدها بنعرف إن الشخص ده اسمه ديل، وهو رئيس مؤسسة سرية من المؤسسات اللي بتدبر قضايا قتل بشكل حوادث. وبنعرف إن سواق الموتوسيكل والست العجوزة وموقع البناء وكل اللي حصل في الحادثة كان متخطط لها بحرص شديد. وفي مكان تاني في المؤسسة السرية بيظهر 3 أشخاص، راجلين وست، وهم جون وتشين، والست اسمها جاكي، وبيكونوا بيقطعوا صورة الراجل اللي مات. ووقتها بيظهر في الأخبار حادثة تاني بتغطي على حادثة الراجل اللي قتلوه، وهي حادثة مات فيها 3 أشخاص والناجي الوحيد اسمه دوجين، وده هيكون سبب في تغير مناصب كبيرة جدا في شركة من الشركات. وبيعتقدوا إن دي حادثة مدبرة من شركة منافسة اسمها شركة المنظفون. بيقول تشين لجاكي إن دي أكيد شركة المنظفون، بس جاكي بتقوله إن مفيش أخبار أكيدة ولا حد يعرفهم شخصيا، وإنه ممكن ده يكون من خيالهم بس. وبيرجع ديل للمؤسسة وبيقابل جون، واللي بيكون أول يوم ليه معاهم ودي أول عملية ليهم. وبيقول له ديل إنه لما يخاف هينجح، والخوف بيخلي الإنسان يكون حذر أكتر. وبيقول لهم ديل إنه مصدق إن المنظفون موجودة، وإنهم كمان هم اللي قتلوا جاك نوني اللي كان معاهم. وبالليل بيتخلصوا جاكي وجون من الأدلة في أماكن مختلفة، وبيسألها جون عن جاك نوني، فبتقول له إنه كان شاطر جدا وإنه ساعدها كتير وخلاها تبطل مخدرات وتدخن إلكتروني علشان تتخطى الإدمان بتاعها. وتاني يوم بيتواصل ديل مع واحدة طالبة منهم مهمة، وهي إنهم يتخلصوا من شخص، وبيكلمها وبيقول لها إنه طلب منها ملفات وهيسألها شوية أسئلة، ولو جاوبت أي سؤال غلط هيقفل المكالمة. وبيفضل يسألها عن الشخص اللي هيموتوه، وبتقول له إنه اسمه سونج، وبيسألها هو يقرب لها إيه، لأن كل ما يكون قريب للشخص ده بتزيد الفلوس. وبتتردد البنت شوية وبعدين بتقول له إن أبوها، فبيقول لها تسيب الملفات في سلة زبالة في الشارع، وبتسيب الملفات فعلا، وبعد ما بتمشي بيجي حد وبياخدها. وبيرجع ديل لبيته بالليل وبيحط فلوس آخر عملية في الخزنة، وبيعرف إن سونج مرشح لمنصب المدعي العام وإنه راجل مهم جدا. وبيعرف إن بنته اللي كلمته الصبح اسمها سون، وإن الحكومة شاكين إنها بتعمل تمويل غير مشروع. وبيكون نفى كل الاتهامات دي عن بنته، وإن مراته ماتت من 3 سنين. وبيبدأوا يدوروا على حادثة موت ليه وهي مرات سونج، وبيلاقي إنها ماتت هي و2 تاني في حادثة انحراف أتوبيس في وسط المدينة، وبيكون الأتوبيس خبط في 3 من المشاة. بيستغرب ديل لأن ده نفس اللي حصل لجاك نوني بالظبط، وبيشك إن أكيد اللي قتل ليه هو من منظمة المنظفون. بيفتكر لما كان جاك بيقعد معاه وشافوا حادثة موت ضابط في حادث مرور، ووقتها قال له إن أكيد الحادثة دي من منظمة المنظفون. تاني يوم لما بيروح ديل للمنظمة بيقول لهم على العملية، وبيعرفوا إنها صعبة جدا، وإن سون حابة تنتقم من أبوها بسبب اللي عمله مع أمها زمان، وإن أبوها هو اللي كلف منظمة المنظفون بقتل مراته علشان يبعد الشبهات عنه. وبيكونوا قلقانين، وبيقول له تشين إن حادثة موت ليه شبه حادثة جاك، فبيقول لهم ديل إن اللي مش عايز يشارك ما يشاركش. فبيقول له تشين إنه كده كده معاه، وبيقول له جون إنه محتاج فلوس. وبتسكت جاكي، فبيقول لها ديل إنه محتاجها لأنها عملت عمليات كتيرة جدا شبه دي، فبتوافق وبتنضم ليهم هي كمان. يبدأوا يعملوا إعداد للحادثة اللي هتحصل، وبيبدأوا يحطوا سيناريوهات كتيرة جدا، وبيطلب منهم ديل إنهم يفكروا في حاجة بعيدة عن الحادثة بتاعة العربية.
وبيقترحوا أفكار كتيرة زي الانتحار ووقوع حاجة ضخمة عليه، لحد ما بتقول لهم جاكي إنها تقدر تعمل صعق كهربائي علشان يموت موت نضيف، وإنهم يفكروا في طريقة يفصلوا بيها سون عن أبوها. وبيفضل ديل يراقب سونج كل يوم والمبنى بتاعه اللي مليان صحافة بسبب الإشاعات بتاعة التمويل الغير مشروع علشان يحموا سون. وبتقول لهم جاكي إنهم ممكن يخلوا سون تنفصل عن أبوها بسبب هوس المصورين زي ما حصل مع الأميرة ديانا لما المصورين طردوا الأميرة ديانا زمان وماتت وهي بتهرب منهم. وبيقول لهم ديل إنهم هيستنوا يوم يكون فيه مطرة شديدة، وبيفضلوا يستنوا اللحظة المناسبة لحد ما في يوم بيسمع ديل المدعي العام بيقول إنه هيختار بنته سون، وبيحس وقتها إنه هيضحي بيها زي أمها وإنه ممكن يبلغ منظمة المنظفون عنها. وبيجي اليوم الموعود وبيتكلم المدعي مع سون وبيقول لها إنه كان متأكد من إن أمها بريئة علشان كده قال إنه هيسيب القرار للقضاء، لكنه مش عارف هو هيعمل معاها هي إيه. وبيخرج وبيقرر إنه يدلي بتصريح للصحافة. ووقتها بيعرف ديل إن دي اللحظة المناسبة وبيبدأ يبلغهم يتحركوا، بس فجأة بتختفي جاكي وبيضطر ديل إنه يكمل لأن لو سونج بلغ المنظمة يقتلوا سون هتكون حياة سون في خطر. وبيكملوا في الخطة وبيقوم تشين بدور جاكي وبيشغلوا الصاعق بسلوك الكاميرات وبيروح جون وبيفضل ينور الفلاش في عيون سون لحد ما بتسيب الكرسي بتاع أبوها وبيتحرك وبيقف في مكان المطر مع الأسلاك وحديد الكرسي المتحرك وبيتصعق بالكهرباء وبيموت. وبتفقد سون الوعي وهي بتبص على أبوها وهو ميت. وبيفصل تشين الكهرباء وبيتحركوا هما الثلاثة علشان يدوروا على جاكي. ووقتها بيجي اتصال لديل من تشين وبيقول له إنه شاف جاكي عند محطة، فبيقول له إن هو هيروح لها. ولما بيروح ما بيلاقيش جاكي وبيتفاجئ إن في أتوبيس جاي بسرعة ناحيته وبينط على آخر لحظة، بس بيتصدم لما بيلاقي الأتوبيس مقلوب وبيلاقي جون مات وبيعرف إن المنظمة هي. وبيرجع للمقر وبيشوف تشين بيحاول يتواصل مع حد وبيقول له إنه بيحاول يوصل لجاكي، وبيشوف تصريح جون وهو غرقان في دمه وبينهار تشين لما بيعرف إن جون مات لأنه كان بيحبه جدا. بيقول لديل إن دلوقتي الموظفون هم اللي عملوا الحادثة دي. وبيفتكر ديل كلام جاك إن في حد في المنظمة بتاعتهم خاين، وبيشك في تشين لأن هو اللي بعته لمحطة الأتوبيس وبيقترح عليه إنهم يستخبوا ويفضلوا منفصلين الفترة الجاية. وبعد فترة بتروح واحدة من شرطة الحوادث وبتقعد مع سون وبتسألها عن جون كمان، بس بتقول لها إنها ما شافت قبل كده وإنها ما تعرفش هو مين. تقول لها إنها المفروض تحقق مع الصحافة مش معاها هي في حادثة الموت دي، وبتنفعل عليها. ولما بتخرج من عندها بيكون ديل بيراقبها بس بيقف وما بيمشيش وراها لما بيشوف جاكي وبيفتكر كلام تشين فبيروح لها وبينده لها باسم جاك وبتعزمه عندها في البيت وبيعرف إنها بتعاني من الزهايمر، فبيقول لها إنه ديل. فبتقول له لما بتفتكره إن دماغها باظت من المخدرات اللي كانت بتشربها، وبتفتكر إنهم كانوا مستنيين المطر وبتفضل مصممة إنه جاك مش ديل لحد ما بيزعق لها وبيقول لها إن جاك مات بسبب منظمة المنظفون وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتبدأ الأخبار تنتشر عن مبلغ التأمين اللي هتاخده سون من موت أبوها لأنه كان مأمن على حياته. وبيكون في يوتيوبر بيتنبئ بأحداث كتيرة جدا منهم موت سونج، وبتشتهر قناته جدا لما بيموت سونج. بيتكلم اليوتيوبر عن الحادثة بتاعت الأتوبيس اللي مات فيها جون وبيقول إن في دليل مشترك ما بينهم. وبيفضل ديل يراقب سون لحد ما بتروح لشركة التأمين على الحياة بس بترفض استلام الملفات بتاعته، وبيعرف وقتها إنها لسه بتخطط لحاجة تاني. بس بيشوف ديل الراجل اللي شركة المنظفون دبرت له حادثة وهو كان الناجي الوحيد ما بتمشي. بيفتكر إن بالشركة كمان كان قاعد مع سونج وبيفضل يراقبهم لحد بالليل وبيخرج صاحب الشركة وبيمشي وراه ديل بالعرض. في الوقت ده بيكون اليوتيوبر بيتكلم عن الراجل اللي موجود في كل الحوادث اللي بتحصل وبتكون مواصفاته مشابهة لصاحب شركة التأمين، وبيفضل وراه لحد ما بيوصل لمكان سري فيه كل الملفات للناس اللي ماتت في حوادث والناس اللي هتموت. وبيعرف إن ليتشي واحد من المنظمة، وبيعرف كمان إن في صحفية هي اللي هتموت قريب، وبيعرف إن الهدف هو شخص بيكون مؤمن عليه تبع الشركة. وتاني يوم بيشوف المحققة بتحقق مع ليتشي صاحب شركة التأمين وبتسأله ليه سونج أمن على حياته، فبيقول لها إنه كان بيرتب لكل حاجة في حياته وأمن على حياته بعد موت مراته. وبيقول لها إنها لازم تجيب مذكرة تفتيش علشان تتكلم معاه وبيديها الملفات الخاصة بسونج وبتسيبه وبتمشي. وبيعرف ديل إنهم بيخططوا يخلصوا على حد جديد. وبيظهر اليوتيوبر وبيقول في فيديو إن قناته هتتقفل وإن كل اللي بيتكلم عليهم عملوا مؤامرة ضده. وبيسمع ديل كلام من ليه عن المؤامرات اللي هتحصل. وتاني يوم بيسلم ليه ملفات تأمين الحياة لسون بنت سونج، وبعدها بتقول ليه إنهم مش هيتقابلوا تاني. وبتروح سون وبتقابل تشين وبتديله الفلوس اللي اتفقوا عليها وهو متنكر في واحدة ست. وبعدها بيتصل ديل بيه وبيقول له إنه اتأكد إنه مع المنظمة وهو اللي عمل كل المؤامرات دي
وبيقول له إنه كمان قابل سون من وراه، وبيحاول تشين يشرح له إنه عمل كده غصب عنه علشان الفلوس وإنه مخانهوش، وبيقول له إن المنظمة دي جننته وإن جاك مات بسببه هو، بسبب خوفه منه وإنه عنده أزمة ثقة في الناس اللي حواليه كلهم. وفجأة بيحس إن ديل لعب في عربيته وإنه هيموته، ووقتها ديل بيقرر إنه يتخلص منه وبيدوس على الإنذار وبيكسر إزاز العربية بتاعته وبيدخل فيه الإزاز وبيموت. وبيهرب ديل من المكان، بس بيتصدم لما بيخرج وبيلاقي جثة سون بتقع من مبنى شركة الأمن منتحرة، وبتتصل بيه جاكي وبتقول له إنها حاسة إن في حد دخل، ولما بيروح بيلاقي إنها وقعت من البلكونة وماتت، وبيعرف وقتها إن الدور عليه. وبيرجع لبيته وبيلاقي ضباط موجودين بسبب سرقة حصلت في الشقة اللي جنبه، وبياخد الضابط هويته وبيتحقق منها. وبعدها بيقول له ياخد باله وبيدخل شقته وبيكتشف ان في حاجه اختفت. وتاني يوم بيكون اليوتيوبر عامل في شركه التامين وبيدخل وبيطلع بث مباشر وبيقول لهم على اخبار مهمه، وبيكون ديل مراقب ليه وبيحاول انه يخطط يخلص عليه قبل ما يموته، وبيكون هيخلص عليه عن طريق لوح ازاز هيقع عليه او عربيه هتخبطه، بس بيتصدم لما بيشوف الصحفيه وبيعرف ان ليه مش مؤسسة المنظفون. وبيكمل اليوتيوبر البث وبينشر صور ديل وبيقول ان هو ده الراجل اللي كان موجود في كل الحوادث، وبيحاول ديل انه ينقذ ليه بس بعد فوات الاوان، وبيموت ليه وبيقبضوا الضباط على اليوتيوبر بسبب اختراقه للبث. وبيمشي ديل وبيروح لاسم الشرطة وبيسلم نفسه وبيقول للمحققة ان هو اللي خطط لكل الحوادث، وبتفضل الشرطية تضحك وبتقول له ان في مجانين كتيرة جدا بيجولها، وبتقول له ان التخطيط للحوادث دي كلها وبتسأله سؤال وهل فعلا مؤسسة المنظفون موجودة ولا لا. وبيرجع ديل بالذاكرة ليوم ما كان مع جاك وبيفتكر ان هو اللي بدأ فكرة المنظفون علشان يقنع جاك انه في خطر وانه هيموت لو سابهم، وكبر الموضوع في دماغه وصدقه وان كل الحوادث اللي حصلت كانت عادية مش مدبرة، وان هو بس اللي كان بيخطط للحوادث ومفيش مؤسسة اسمها المنظفون اساسا. فبتقول له انه عنده أزمة وما بيثقش في اي حد، وبعدين بتقول له ان كلامه ده هتقتنع بيه الصحافة بس. وبيخرج ديل وهو مصدوم لان كل اللي حصل ده كان مجرد اوهام في دماغه بس، وبيكتشف انه فعلا مريض وما بيثقش في البني ادمين زي ما تشين قال له. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهارده، وبنتعلم منه ان المرض النفسي ممكن يجنن صاحبه ويؤدي لكوارث كبيره جدا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رايك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.